بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش حوالكم البنات؟ ان شاء الله راكم كامل ملاح وبخير وعلى خير، ولا فيديو تاع اليوم كاكم كامل سعيدات ومطمئنات. جيتكم فيديو جديد، روتين خفيف ظريف. شاركت معكم نهاري، يعني واش كنت خدمت فيه، ميناج، شويه زرزيق، شويه فحفيح، ودرت لكم وصفه الشعريه، الارز بالشعريه ولا اروع. نتمنى تتبعوا الفيديو لنهايته وتخليوا لي بصمه من بصماتكم حبيباتي. حطوا لي هذاك اللايك، وثاني اللي مازال ما اشتركتش في القناه خلي لي ابوني وفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد. وما ننساش نرحب بالمشتركات تاعي الجدد، نقولكم اهلا وسهلا، شرفتوني ونورتوني. ان شاء الله نعجبكم وتكونوا حبيتوني ويعجبكم المحتوى. هنا حبيباتي كما شفتوني في بدايه الفيديو حطيت القشي تغسل، ومن بعد جيت للصالون تاعي، فرزت هذا لي بانكات، حليتهم، نحيت يعني هذو الكرتون هذا فيه لي سيرفيات، هذو كانوا بقاو من العرس كما راكم تشوفوا، وكل ما نحركوا يتفرزعوا. جبت يعني عاودت رديتهم ودرت له سكotch هكا باش ما يزيدوش يتحلوا. ومن بعد مسحت البنكه تاعي. هنا ما نعرف واش كان ساح لي يعني في العرس، ما على باليش واش تحطوا فيه. ساح مسحته وبصح ما حبش يتنحى. كملت مسحتهم كامل، مسحت الغبراني تاع التلفزيون، المابل كلش، واستكيت يعني رديت كل حاجه لبلاصتها. يعني البنكات هذو يلموا، يعني يلموا بزاف حوايج. انا عندي زوج، كل واحد واش راني حاطه فيه. المهم كما قلت لكم روتين يومي كما تاع كل نهار يومي نديرو، مش اكيد. المهم هذه تاع الغبره والمسيح والتنشاف، هذو روتينات يوميه كل نهار رانا نعاودو نفس الحكايه. نوضو نغسلو الماء، نسيقو، نحطو واش نطيبو، واكيد كل ما نلقاو هكا اوكازيو ولا وقت زياده نفرزو نشوفو واش عندنا. مثلا حاجه هكا عندنا بزاف ما مسحناهاش ولا ما جبدناش، مهم تحت الكوان هذيك واش فيها كل خطره واش نديرو. مع اليامات هذو الله يبارك الجو والشميسه، الله بعد ما صلاو صلاه الاستسقاء راهي طاحت واحد الشميسه الله يبارك. يعني على كل حال تكون الشمس ولا هذاك البرد، يعني بغينا المطر ولا يكون الحال سخون. تقول ما رانا في الشتاء، يعني الجو اجواء ربيعيه. ربي يجيب الخير ويرزقنا ان شاء الله بالامطار اللي فيها الخير اكيد. هنا البنات كيما شفتوني بعد ما كملت مسحت وهزيت هذيك الزربيه، اكيد راح نغسلها. وسيقت يعني سيقت كامل الصالون تاعي والكروار. من بعد نرجع نفرش الصالون تاعي. هنا رحت ديت الزربيه تاعي غسلتها، ما كانتش يعني موسخه بزاف بصح. المهم أنا كل ما نشوفها هكا شويه مغبره نمسحها. ما عنديش لانسبيراتور، هي ساعدها لي كسبه لانسبيراتور، هي تنحي الغبينه ما تضل تغسل ما والو. المهم انا غسلتها ونشرتها خليتها تشيح. هنايا خرجت هذوك المطار حتى الصف حتى هما يتشمسوا شويه، وجيت ندير بوز بالتحليه هذه اللي كنت درتها البارح. ومن بعد قلت نريح نشمس حتى انايا وناكل هذه التحليه. اكيد كنت شاركت معكم الوصفه تاع هذه التحليه ولا اروع، بزاف بنينه وثاني سهله واقتصاديه. راني شاركتها في فيديو من فيديوهاتي السابقه، اللي حبت الوصفه ترجع لفيديوهاتي القدم تلقى فيها الوصفه. ماهيش قديمه بزاف، ما ندير بزاف ملي حطيتها. هنا بعد ما نشفت لي دنيتي كامل، اكيد بعد ما كنت حليت الطاقه تهوت لي كامل الدار. جبت هذا الزربيه، رديت لي كوفر تاعي المطارح، كوفريتهم وفرشت زربيتي وفحفحتها بهذا. شوفوا ريحتها هايله، ريحه الفاني تخلي بزاف يعني ريحه شابه في الدار. طفيت الضوء وقفلت الباب. شكون اللي كيما انا تحب يعني كل ما تخدم هذيك صال ولا شامبرا ولا واش تقفل، نعاود نظلم كلش ونقفل الباب. ورحت للكوزينه اكيد نشوفوا واش راح نديرو. كنت ندير شعريه بالارز، وصفه سهله وبنينه. هنا عندي نص ولا ربع كاس تاع الفرميسال ولا دويده، ولا تقدري حتى ديري حفنه، وقادر حتى تستغنى عليها كامل يعني اللي ما حبتش ديرها. حمصتها في شويه زبده
حتى تديلي الكولور هذا المارون ما نخليهاش تحرق بزاف باش ما تعطيليش المرورية هذيك مع الاخر، يعني غير تتحمر تعطيني يلا كولور المارون. نزيد عليها كاس تاع الارز. انا كنت استعملت الرز بسمتي، تقدروا تستعملوا الرز المفور ولا اي رز كان متوفر عندكم. درت برك هذا باش تجيني كل حبة وحدها. بعدها بعد ما زادو تحمصوا لي نزيد نحمصو حتى هو مع هذيك الفرميسال. ندير زوج يعني كيلة رز مع زوج كيلات ماء، هذه يعني على بالنا بها كامل. درت الكيلة الاولى من بعد زدت الكيلة الثانية نفس يعني العبر تاع الرز، نزيد نعبر به تاع كيلة تاع الماء، زوج كيلات ماء. بعد نزيد لها لي زيبيس. درت الكركم يعني على جال اللون برك، اللي حبت تستغنى عليه ما ديروش. تخلي هكا يعني الفرميسال هذيك بعد ما تتحمص راح تجي معرومه بالكولر تاعها يجي مليح. وانا قلت لكم درت الكركم، درت فلفل كحل ولا هذاك والملح هذا ما كان. ومن جهة أخرى جبت مقلاة حطيت فيها شوية زيت وضفت البصلة اللي كنت قصيتها حبة بصلة، كنت قصيتها شوية شوية ونخليها تقلى حتى تذبالي تديلي هذاك اللون يعني الذهبي. ومن بعد زدت لها من ربع دجاج، ما درتش بزاف اكيد الدجاج ديري على حساب يعني واش حبيتي. وخليتهم حتى تحمروا لي شوية، داولي هذيك التحميرة. زدت عليهم كاس ماء وخليتهم حتى شربوا. وزدت نص باطة تاع كريم فراش ولا تقدروا ديروا باطا، المهم انا درت نص برك كانت كافيه. مع ومن بعد زدت لها شويه هذا فرماج رابي، انا نستعمل نابولي. ونخليها حتى تشرب لي كامل، مش المهم تبقى هكا شوي كريمه كيما راكم تشوفوا يعني تجي تشهي وسهله. ثم هذه يعني الوصفه تاع بومزلك ليه سيرتو يعني اللي مثلا عندك خدمه واحده اخرى ولا خدامه ولا تجي ليه ديريها. من بعد حد الارز تاعي خليته كي درت له الماء خليته حتى تشرب لي هذاك الماء. المهم هاو هنايا كان واجد، حطيته في بول وقدمته بالطريقه هذه. يجي بزاف بنين خاصة يعني كي نرافقوه مع هذا الكريمة هذه ولا هذه الصلصة البيضاء اللي درناها. غير بربع برك درت ربع دجاج ولا كريم فراش تجي هايله. واللي ما عندهاش لا كريم فراش دير نص كاس حليب ولا كاس حليب على حساب الكمية اللي دارتها. وهذه هي البنات الشعرية تاعي بالأرز. نتمنى تجربوها، واكيد على بالي منكم بزاف اللي عندهم الوصفة وهايله هايله بزاف. البنات شوفوا هنا واش جاب لي خويا، كان حبيت نبارطاجيه معاكم. جاب لي دجاجه، كان قال لي على بالي ما عندك ما ديري في الدار، قال لي جبته لك باه تونسي راحك. ودركا ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم. باي باي.